بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل عقد جلسة أو المحاكمة واحد يشعر حقيقة بسعادة وهو يحاكم بسبب وجود هؤلاء الأشخاص الأعزاء اللي نعتقد أن وجودهم بحد ذاته انتصار. وأنا يعني أقدم لهم أسفي بإزعاجهم بهذه اللحظات المبكرة، ولكن يعني قمرونا وكانوا واضح أنهم مصرين على عملية الحضور وعلى عملية التفاعل. أنا قبل أن أدخل وإحنا ما حنا عارفين شنو، هل هي مرافعة، هل هي ستكون هناك تأجيل، يستطيع المحامين الجدد في فريق الدفاع أن يحصلوا على عملية تأجيل لقراءة الأوراق، أم سيكون هناك إصرار كما حدث بعملية السرعة. واضح جدا من بداية المحاكمة إلى الآن هناك نوع من التسارع، بينما في قضايا أخرى تقعد بالسنوات ولا أحد يعلم عنها. لكن الأمر المؤكد اللي أنا بعد الله سبحانه وتعالى أشعر فيه إن لن نترك لهم لأي طرف في السلطة وفي الحكومة، لن نترك لهم إنهم يستخدمون أدواتهم ومنها السجن إنهم يهزموننا أمام أنفسنا. نحن لن ننهزم أمام أنفسنا بإذن الله، سنظل ثابتين، سننهض بالحراك. وهذا أنا أعتقد هدف مهم، النهوض بالحراك الشعبي دفاعا عن الدستور ومقدرات الأمة وآمال الناس، دفاعا عن كل ما هو جميل في هذا الوطن، والوقوف ضد سراق المال العام ومنتهك الدستور، والوقوف في وجه الفاسدين والمفسدين. اليوم القضية ما هي قضية محاكمات يقدم لها بعض الأطراف في الحراك الشعبي، لا، القضية أكبر من ذلك. القضية أنهم يريدون أن يؤدبوا من خلالنا أبناء الشعب الكويتي. يبي يقولون لجموع أبناء الشعب الكويتي أي واحد فيكم يتحرك ويرفض ويناهض مثل ما حصل في العبث بالنظام الانتخابي سيكون مصيره مصير هؤلاء. أنا أقول للناس ترى في نهاية المطاف لا يعتقدون أن بالسجن يعاقبوننا، لا يعتقدون أنهم لما يضربوا بالقوات الخاصة القوات القاشمة اللي قاعدين يضربون عندما يستخدم الإنسان حقه في المسيرة أو في التجمع يتم ضربهم بعنف. هذا أقصى درجات الفشل، لكن هذا الأمر ما يخيفنا، وهذا الشعور أنا متأكد أنه موجود عند الأخوان والأخوات. ترى في نهاية المطاف اللي راح ينتصر هي الشعوب. يمكن في فترة من الفترات بالقمع والضرب والقتل والقسوة يعتقد البعض في السلطة أنه سيستطيع أن يطوع الحراك، وهو واهم. الحراك لا يطوع إلا باتجاه واحد، باتجاه حماية الدستور والدفاع عن مقدرات الأمة. لذلك هذه قضية بالنسبة لنا واضحة وضوح الشمس. والله لو كان ثمن تقييد حريتنا هو مقابل إطلاق حرية أبناء الشعب الكويتي فما أحلى من هذا الثمن. ولكن احنا نقول ان الحراك يجب ان يستمر بإذن الله، يجب ان ما نضعف، يجب ان ما ننهزم امام انفسنا. ترى اقصى درجات الهزيمة عندما ينهزم الانسان امام نفسه. مدام كنت امام نفسك وبين ربعك وامام ايمانك والاهداف اللي انت تؤمن فيها قوي ستنتصر. ثق بالله ستنتصر، ما راح ننهزم، ما راح يخيفنا السجن، ما راح تخيفنا المطاعات،
ما راح تخيفنا محاولاتهم لجرنا بمجموعة كبيرة من القضايا بشكل يومي. هذه كل هالأمور هذه مدام عندنا هدف، ومدام دائما نشوف هذه الوجوه اللي الحقيقة نستمد منها بعد الله سبحانه وتعالى القوة، سنصل بإذن الله إلى ما يريده أبناء الشعب الكويتي، وهو تفعيل المادة السادسة: الأمة مصدر السلطات. الأمة مصدر السلطات، ولا يوجد في الكويت من تعلو سلطته عن سلطة الأمة. لذلك نتمنى إن شاء الله أن الأمور، وبوجود الأخوة المحامين اللي وصل عددهم إلى 40 وحنا نشكرهم وأكثر، ومن حسن الحظ، وهذا دائما الأمر اللي يحرص عليه الإنسان، حتى فريق الدفاع مكونين من كل فئات أبناء الشعب الكويتي. وأنا ما أحب هالتسميات، لكن أحيانا لازم نقولها للتأكيد: حضر، بدو، سنة، شيعة، ورجال ونساء. أنا الحقيقة شخصيا أشعر بالفخر بهذه التركيبة اللي أعتز فيها كل الاعتزاز، وهي انعكاس حي لواقع أبناء الشعب الكويتي اللي يريد البعض أن يضربه ويفرقنا. لكن أنا أعتقد في أوقات معينة حتى وإن حاولوا أن يفرقون بين أبناء الشعب الكويتي سنلتقي وسنجتمع بإذن الله. وأنا مرة أخرى أشكر الجميع على هذا التواجد، أشكرهم على قلوبهم النظيفة وعقولهم المتيقظة، أشكرهم على ضمائرهم الحية اللي أنا أعتقد بالنسبة لي هي الثروة الحقيقية. إذا كانوا القبيضة في يوم من الأيام كنواب وكوزراء يبحثون عن جمع الأموال وتكديسها وتكبير أرصدتهم، أنا شخصيا وأخواني النواب السابقين نعتبر أنفسنا أن أغنى منهم، لأن ثروتنا أنتم، ضمائركم الحية، عقولكم المتيقظة، أيديكم النظيفة. لذلك مهما كانت النتيجة، أنا أعتقد الانتصار الكبير هو هذا التواجد اللي بفضل من الله سبحانه وتعالى قد حقق من خلالكم، ونتمنى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا على الخير وعلى المعزة. أبو حمود لازم واحد من المحامين يعترض عليه. ابو حمود على اي ماده؟ هذه ما عنده ماده تسمح له الا بسريه الجلسه. ابو حمود سؤال. ابو حمود اذا تكرمت الان من ايام، هلا والله صباحك الله بالخير، الان من ايام يعني طويله قبل الجلسه اليوم انطلقت ربما العشرات من الهاشتاجات في تويتر، ويعني كتبت ربما آلاف التغريدات في تأييدك والثناء على نهجك وحراكك. هذا الأمر هل يعني يعطيك دفعة أخرى للاستمرار في الحراك والاستمرار في الجهود الشعبية والشبابية لإعادة النظام الانتخابي السابق وإعادة الأمور إلى نصابها الذي كانت عليه؟ لا ما في شك. أنا أعتقد اللي قاعد يحصل ما هو المسلم البراك. اللي يحصل هذا هو جزء من الحراك الكبير الذي لن يهزم بإذن الله. الخمس أصوات دوائر ب4 أصوات هذه بوابة الإصلاح. احنا اليوم ما عاد الأمر بالنسبة لنا 5 دوائر و4 أصوات، هذه بوابة إصلاح. اليوم احنا نسعى وبقوة لتفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى الحكومة المنتخبة التي تدير أعمال أبناء الشعب الكويتي، لأهمية منصب رئيس الوزراء في تغيير أوضاع البلد. احنا لنا 50 سنة واللي رئاسة الوزراء محتكرة على أبناء الأسرة الحاكمة، لم نجني إلا فشل تلو الفشل. كل قضايا التنمية اللي يعاني منها أبناء الشعب الكويتي لم يحققوا فيها شيء، وهذا لا يعني الانقضاض على السلطة أبدا. احنا نعتقد أن السلطة الدستورية قائمة، سلطات سمو الأمير قائمة، ولكن يقابل ذلك وجود رئيس وزراء منتخب سيغير الأوضاع. هل يعقل دولة بعد هذه السنوات فيها بوق بس ما فيها حرامي؟ الحرامي في الكويت ما له وجود لأنه شبح،
ولا يمكن ينصاد. البوق لحم الخنازير يوكلون الناس، لحوم فاسدة، بس ما في تجار، وقطاو ما في تجار يبيعون. ليش ما في تجار؟ هم يبون يكون في تجار حتى ما تقوم مسؤوليتهم بالقبض عليهم. هناك فساد، هناك اعتداء وسرقة على المال العام. هم ما يبون أحد يتكلم، يبون الناس صامتين خانعين، يعتقدون أن ما احنا شركاء معهم بالحكم والمال العام. لا، احنا شركاء أساسيين في الحكم وفي المال العام، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه حريات، هذه حقوق جاء بها الدستور، يريد البعض أن يقيبها. لا يمكن أن أبناء الشعب الكويتي يقبلوا بهذا الأمر. ولا ما شفتوا هالحراك اللي قاعد يصير في الشارع؟ ما شفتوا هالتحرك السريع في كل قضية؟ نجد أبناء الشعب الكويتي ومن يعتدي عليهم شعب غير مخرب، غير مدمر، غير فوضوي. للأسف الشديد يبدأ الخراب والتدمير والفوضى إذا جاءت القوات الخاصة، دمرت البيوت وألقت القنابل وأرهقت الناس وأزعجت المناطق وروعت الناس. هذا الأمر ما يقوم به أبناء الحراك أبدا. اللي قاعد يقوم بهذا الأمر هم القوات الخاصة، هي السلطة، هي وزارة الداخلية. وأنا أذكر وزير الداخلية بتصريح اللي قاله لما ودى الآن القوات الخاصة وضربها بالعنف الصباحية. قالوا طيب في مجموعة من المتظاهرين العراقيين موجودين على الباب في الخط الحدودي، راح ترسل لهم القوات الخاصة؟ قال لا، هذول إخواننا وأبناء عمومتنا، ما راح نرسل لهم القوات الخاصة، ولكن يرسل القوات الخاصة للصباحية لضرب الناس وضربهم بالقنابل ورسائلهم واختناقهم.